بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا أحلى متابعين، يا أحلى عيلة، عاملين ايه؟ النهاردة جاية لكم فيديو بسيط كده وجميل علشان كلنا كده ايه نتنشط كده ونشوف اللي ورانا. النهاردة فيديو بسيط. أنا كنت جايبة مشتريات ووريتها لكم قبل كده بالفيديو. وده الفيديو اللي أنا كنت بشيل بقى فيه المشتريات وبروق الدنيا وبحضر بقى فطار وكده. تعالوا كده معايا نشوف اليوم بتاعنا. هو مش يوم، هو كان نص يوم. يلا بقى كده مع بعض. واللي أول مرة يشوف القناة يا جماعة يحط لنا اشتراك ويعمل لنا، كلكم بقى تعملوا لي لايك وتكتبوا لي كومنت حلو وتقولوا لي الفيديوهات دي بتعجبكم ولا الفيديوهات بتاعة الطبخ. دي أول حاجة كده بلم الأكياس اللي أنا كنت جايبة فيها الحاجة وبطبقها وبخرج منها الهوا وبطبقها تطبيقة حلوة كده، عشان زي ما انتوا عارفين أنا بحاول يعني أحوشها وأديها لإيه للناس الستات اللي بتبقى قاعدة كده بتبيع نعناع، بتبيع مثلا جبنة اهي. بصوا بحوشها لهم ازاي. لما تكون أكياس نضيفة يعني فاهمين، يعني الأكياس نضيفة بحوشها لهم. لكن الأكياس اللي بتبقى مش نضيفة كده اهوت بخليها أحط فيها الإيه الزبالة وارميها أو أقطع فيها أقشر فيها، يعني عشان برضو إيه ما اضطرش اشتري أكياس تانية اللي هي الكبيرة دي بتاعة الزبالة. بصراحة الأكياس الكبيرة دي بتاخد وقت طويل عقبال ما تتملي، فأنا بحب أخرج الكيس أول بأول يعني، فبحب أستخدم الأكياس الصغيرة. فهنا سلقت بيضتين، ما عنديش حاجة أسلق فيها، سلقت في الكنكة ديت. فكانت واحدة اتسلقت والتانية حاساها لسه فرجعتها تاني على البوتاجاز. طبعا البيض المسلوق ده يعني دايما بفطر بيه، كل يوم باخد بيضتين. لأن طبعا الواحد بقى ايه لازم كده ياخد بروتينات، وبما ان انا مباكلش لحمة فبقول ان احنا ناخد ايه بيض كل يوم الصبح عشان كمان يبقى بروتين الواحد يشبع. كان في حتة جبنة، انا كنت جايبة جبنة بقى جديدة ودي كانت حتة جبنة فلقيتها اتفتفتت كده فقلت اصفيها. بصوا كده الجبنة انا بقى بحطها في علبة زي دي وبغطيها وبحط على الجبنة مية وشوية ملح. هنا صفيت الجبنة من المية وحطيتها في طبق علشان بقى ايه برضو تبقى جبنة وبيض يبقى بروتين حلو كده. ده كيس كده قديم وحش بقى هحط بقى فيه الزبالة واقطع فيه، وطول ما انا واقفة بيبقى كيس قدامي كده بطبخ احط فيه الزبالة واحط فيه بقية الخضار اللي متقطع وكده. دي الجبنة بقى هقطع عليها فلفلاية واقطع واحط عليها شوية ملح، شوية قصدي فلفل اسود، وبحط عليها شوية كركم وشوية زيت زيتون، وده نعناع بحب اوي احط عليها نعناع. يعني بحاول كده الاكل بتاع الفطار ده الواحد يعني يا اما جبنة يا اما بيض، فالواحد بيحاول يغير فيه يعني. وبحط كركم وبحط فلفل علشان الالتهابات بتاعة المفاصل كده والركب والرجلين والحاجات دي كلها تخف من الجسم شوية. بالإضافة كمان انتوا عارفين الكركم بيبقى برضو ايه بيمتص الدهون اللي في الجسم وبيمنع تكون الغدد الدهنية فعشان نخس. ده زيت زيتون احط كده شوية معلقتين يعني، هو مش اصلي يعني بس حاجة كويسة يعني برضو. ها يلا، اي حاجة كنت فاكرة اصلي لكن للأسف طلع مش اصلي. ده كده البيضة المسلوقة. عشان البيض يتقشر معاكم بسرعة يا جماعة بحطله شوية ملح وهو بيتسلق، وتحطي له كمان نقطة خل علشان لو البيضة اتكسرت اللي جوه ما يخرجش بره، يعني اللي جوه البيضة ما يخرجش بره في المية. وبعد ما تسلقي البيض يعني ما تخليهوش فترة طويلة، يعني هي غلوة كده هو وتطفي عليه علشان المفروض الصفار بتاعه ما يكونش حواليه العلامة اللون الأخضر ده. اللون الأخضر ده خطر، يعني الناس اللي بتسوي البيض تسوية جامدة كده هو بتلاقي البياض بقى عامل زي الكاوتش، بتلاقي الصفار من بره بقى لونه أخضر، ده خطر. فانتي بتسويه نص سوا، يعني أول ما يغلي خلاص يعني بتطفي عليه، وياريت كمان توطي عليه عشان لما بيكون خارج من التلاجة بيبقى ساقع وتحطيه في المية السخنة وبتعلي عليه فالبيضة بتتكسر. هنا كمان جبت خيار، الخيار هاكله جنب الجبنة مش هاكله جنب الايه البيض.
كده دقت البضاية واحط عليها الخيارايه وهفطر بقى وايه وارجيلكوا تاني. كده انا فطرت وخلصت وبشرب شويه ميه. طبعا بقى انا كنت جايبه حاجات كتير وانا جايبه فلفل وجايبه جزر وجايبه ده كده الفلفل. فهشيل العناقيد اللي فوق ديت وهغسله، وعلشان هنقي منه الاحمر اعمله شطه هسيبه كده بحطه في صينيه واسيبه ينشف في حته هوا كده قدام الشباك، فبينشف وبعمله شطه فبيبقى طعم حلو. الشطه بتاعته بتبقى انتي بقى ضمناها ونضيفه مفيهاش تراب. ساعات لما بشتري شطه من بره، هو ساعات ودايما لما بشتري شطه من بره وباجي اعمل بيها الاكل واجي مثلا يكون اخر شويه شطه مثلا يعني بلاقي بيها وانا باكل بلاقي كلها تراب، يعني محطها على المكرونه مثلا مش اخر شويه شطه الاقي حصى وتراب، فبتضايق بصراحه. فهنا هتبقى انتي بتنشفي الفلفل وبتضربيه في الخلاط او في المطحنه، وبتبقي ضامنه نظافته وضامنه ان انتي منقيه الفلفل حلو وغسلاه حلو. ويعني اي حاجه في البيت يا جماعه بتبقى حلوه، واي حاجه تطحن يا ريت تطحنيها في البيت، زي التوابل الفلفل الاسود الكمون الكزبره، الحاجات دي كلها يا ريت انتي تطحنيها في البيت بتبقى افضل بكتير. ويا ريت اي حاجه تقدري تعمليها في بيتك اعمليها في البيت احسن ما تشتريها من بره. بره ممكن تكون مغشوشه، ممكن ما تكونش نظيفه، ممكن يعني معرفش فيها تراب كده يعني. فهنا بقى بقطع الفلفل زي ما انتوا شايفين كده، هشيل منه كل العناقيد وحاطه تحت ايدي الكيس الاسود ده علشان ايه الم فيه كل حاجه بدل ما ايه اوسخ طبق. فالكيس بيبقى احسن بعد ما بخلص تقشيره كده اقوم لما الكيس ورميه على طول في الايه في الزباله. وحطيت الجزر على جنب علشان الجزر ده بقى هغسله بعد كده وانضفه وابشر شويه احطهم في الفريزر مبشورين، واقطع الباقي واحطهم برضو في الفريزر. ليه بقى؟ لاني ساعات بطبخ اكل وببقى عايزه جزرايه جزرتين فما يكونش عندي، فبضطر ما اعملهاش. لان مره عملت العدس من غير جزر طلع مش حلو بصراحه، الجزر بيديله طعم حلو كده. فاي حاجه تحتاجي فيها جزر. ساعات بعمل برضو رز صياديه فبحب احط فيه الجزر. يعني هنا وريتكم الجزر نضفته وعملته وايه وقلت بقى اغسله هو الفلفل واعمل. وهنا كان عندي كرنبايه بيضه وكرنبايه حمرا، كان خلاص نص يعني، كان بقالهم كتير في التلاجة وكان خلاص حالتهم الصحية ابتدى فيا اما انقذهم بالسكينة واعملهم سلطة يا اما هيبوظوا. عايزة اقول لكم ان كمان الكرنب ده بقى غالي جدا، يعني الكرنباية البيضة دي ب25، الكرنباية التانية ديت برضو بنفس السعر. يعني حاجات حرام ايه تبوظ في التلاجة، والله ببقى تعبانة ومش قادرة بس حرام يعني. وفي نفس الوقت ببقى عايزة اكل حاجات فيها خضار وفيتامينات عشان الواحد يعني يقلل من النشويات ويقلل من الدهون ويقلل من وزنه، يعني اخلي ركبي تقدر تشيلني. ده كده قطعت، وهنا كده قطعت الكرومباية الحمراء عليها. طبعا يا جماعة الكرنب ده يعني مش عايزة اقول لكم بيعمل ايه، جميل 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 للهضم والناس اللي عندها امساك والوزن. يعني مش عايزه اقول لكم الكرنب ده وللركب كمان والالتهابات يعني رهيب، والله جميل جدا جدا وطعمه بيبقى حلو. بس انتي قطعيه صغير كده على القطاعه دي بصراحه نفسي اشتري جدا قطاعه خشب، بس مش عايزه اقول لكم رحت سالت عليها قالوا لي بكام، 300 جنيه يا جماعه. 300 جنيه القطاعه الكبيره الخشب، وب200 وشوية القطاعة الأصغر شوية، بس هي حلوة. بس ربنا ييسر إن شاء الله وأبقى أجيب لي واحدة خشب أقطع عليها بدل ما بقطع البلاستيك، لأن احنا سبق قبل كده وقلنا إن البلاستيك ده بيبقى برضه إيه خطر، لأن في أجزاء صغيرة منه بتتقطع مع الخضار. فأنصحكم لو انتوا بتشتروا أو أي عروسة لسه بتجهز ما تجيبيش قطاعة بلاستيك خالص، هاتي قطاعات خشب. خشب بيبقى صحي جدا عن القطعات البلاستيك يا جماعة.
مع إن أنا كنت الأول باحب القطّاعة البلاستيك، هنا قطّعت الخيار وهنا بشرت الجزر، بس المقطع بتاع تقشير الجزر لقيت التليفون واقف مش بيصوّر، لإن أنا تليفوني بقى بعافية جدًا، 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 وشكلنا كده إيه، هنخش على خراب في التليفونات. آه والله، فربنا يستر. وهنا كده جِبت ليمونتين، أنا جايبة ليمون وغسلاه ونشّفته وحطيته في الفريزر، أول ما باحتاج باطلّع منه. كده يومي انتهى وأشوفكم على خير، وما تنسونيش في اللايك والاشتراك.